السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم غادي نهضروا على القصة الحقيقية وراء راحل حسن عموت عن الوداد. المدرب خرج بتصريحات مباشرة وكشف أمور ما كانوش معروفين من قبل. غادي نفصلوا لكم شنو وقع خطوة بخطوة. الحسن عموتة قال في البودكاست يا عرب أن سبب رحيله ما كانش غير التأخر ديالو بعد ما مشى لقطر، ولكن كاينين مشاكل وتصرفات غير مسؤولة من بعض المسؤولين في الوداد. عموتة قال أنه توصل بدعوة رسمية من اللجنة المنظمة لكأس العالم، وهذا شرف لأي مدرب مغربي، واعتبر أن الوداديين كان خاصهم يفتخروا بوجوده في المونديال. سافر غير 7 أيام في الفترة اللي كنت فيها راحة للفريق، وتأخر يومين فقط حيث ما لقاش الرحلة للرجوع، والتمارين كانوا غاديين عاديين مع المساعد ديالو. ولكن رغم هذا الشيء رئيس الوداد كان تيطلب منه يرجع بسرعة، وعموته ما قدرش بسبب صعوبات الرحلات في ذاك الوقت. ومن رجع للمغرب تفاجأ بأن المسؤولين كيقولوا ليه يغادر الفريق، وكأكد أن السبب الحقيقي ماشي التأخر بل مشاكل داخلية وتصرفات ماشي مهنية من بعض الناس داخل الوداد. وزاد يوضح أن حتى سنة 2022 نفس السيناريو تكرر وتمت إقالته حيث كان في قطر كيحل مباريات كأس العالم. إذا حسب كلام عموته المشكل ماشي تأخر ديال اليومين، ولكن المشاكل داخلية بينه وبين بعض المسؤولين في الوداد. هاد التصريحات رجعت الجدل من جديد وسط الجماهير وخلت الناس يتساءلوا شكون كان فعلا وراء راحل عموته. شاركونا رأيكم في التعاليق وما تنسوش تدعموا القناة بالاشتراك والإعجاب. شكرا لكم على المتابعة.